الفروق الاولى والثانيه والثالثه ديال التعليم واللي ما مستعداش حتى نفوتوا على الناس في التعليم. مليح طلب يكون اللي مشينا عليه كنبداو من الفريق التجمهور الوطني الاحرار وكنبدلوا تنازليه. البرمجه اللي هي عندنا هنا والنفقات المختلفه المستعجله. الاعتمادات المفتوحه لنفقات التسيير الخاصه بوزاره العدل، الفصل المتعلق بالموظفين والاعوان المستعجله. الممتنعون 55 واضح. الفصل المتعلق بالمعدات والنفقات ديال الحاكم الماليه مستعجله. الاعتمادات المفتوحه لنفقات التسيير الخاصه بوزاره العدل. الرفض. إذا الموافقون 171، معارضون 57، ممتنعون لا أحد. اليوم تم التصويت على الجزء الثاني من الميزانية القانون المالي، والبارح تم التصويت على الجزء الأول بطبيعة الحال. وفي الحقيقة أن القانون المالي طبعا سبق الدراسة ديالو عن طريق اللجان، وكل النواب بطبيعة الحال أدلوا بالدلو ديالهم، وكانت عندهم عدة مداخلات وتدخلات حول القانون المالي بصفة عامة. حنايا أحيانا النواب تهمنا القانون المالي بصفة عامة، وتهمنا كذلك بصفة خاصة على مستوى الأقاليم، وحنا غالبا تنشوف كذلك هل استفادت الأقاليم من بعض يعني التجهيزات الأساسية اللي كي ياخذها القانون المالي بعين الاعتبار. فكنقولوا بالنسبة لنا احنا في منطقة الناظور ركزنا كثيرا في القانون المالي، وبالخصوص يعني في اللجنة على الطرق في الإقليم، وركزنا على الميناء غرب المتوسط اللي هو غادي يكون رافعة كبيرة واللي غادي يهم كثيرا الاقتصاد الوطني. إذا كما كنقولوا بأننا احنا بالنسبة للقانون المالي بطبيعة الحال القانون المالي غادي ياخذ بعين الاعتبار الأمور الأخرى الكبيرة اللي هي أمور اجتماعية، واللي هي في مجال الصحة، واللي في المجال ديال التعليم، وفي المجال في جميع المجالات الاجتماعية، وكذلك المجالات الاقتصادية. وحاولنا ما أمكن نناقشوا كذلك الجانب ديال التشغيل، بحيث خاص الوزارة المهتمة والحكومة بصفة عامة أنها تحاول ما أمكن باش تنزل القانون المالي في هذا المجال ديال التشغيل، سواء على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة أو على مستوى يعني الأسباب اللي غادي تساهم في التشغيل وتساهم في العمل بصفة عامة. المعارضة قدمت التعديلات ديالها، وهذيك التعديلات كانت هي الصائبة وهي اللي قريبه من المشروع اللي كنطلبوا حنايا. حنا شنو كنطلبوا الجوده ديال العيش الكريم، وكنطلبوا تحسين الوضعيه اللي كاينه دابا، سواء على مستوى العداله الاجتماعيه ولا على مستوى الاكراهات اللي كيعيشوها المغاربه دابا. وحنا دابا كنشوفوا ماشي المغاربه وصلوا لضعف القدره الشرائيه، واصبحت القدره الشرائيه منعدمه ديال المغاربه، بالاضافه الى الاضرابات كيف ما سبق وتكلمت. جميع القطاعات خدت الاضرابات ديالها. علاش؟ لان هذه الحكومه كيف ما قلت لك كتفتقر الحوار، كتجيب لك واحد المشروع قانون وكتفرضوا عليك، وكتبغي تمروا بالاغلبيه اللي عندها ديالها، والمعارضه كتبدي واحد التعديلات وكتبدي واحد الملاحظات. المفروض في الاغلبيه هو انها تستجيب لهذيك التعديلات وتناقشها من الجانبين، من الجانب الايجابي ومن الجانب السلبي، وهذيك الساعه عندها الحق. ولكن حنا كنشوفوا تغول الاغلبيه.